اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى مش مصرية بس عجبتني جدا، قلت لازم أجربها معاكم بقى. شايفين العظمة دي؟ شكلها وطعمها جميل جدا. أنا قلت بقى ايه، بما إني أول مرة أجربها فأنا هعملها بنص كيلو دقيق بس. يعني الوصفة الأصلية بكيلو دقيق. بس افرض أنا بقى عملت الحاجة ومش عجبتني، فأنتِ برضه لمّا تيجي تعمليها تعملي زي كده بالضبط. جرّبي في نُص كيلو دقيق، يعني ممكن أنا حاجة تعجبني وما تعجبكيش، ممكن العكس حاجة أنا أجرّبها تبقى مش عاجباني وتعجبِك. يعني مش على أساس إن هي مش عاجباكِ تبقى هي مش حلوة يعني. لا، حسب ذوقِك وحسب ما أنتِ بتستطعمي كده يعني. هي مقرمشة جدًا وطعمها جميل جدًا وعجبتني جدًا. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف إحنا عملناها إزاي. معايا نُص كوباية من السكر، ونُص كوباية من الزيت، الزيت قد السكر بالضبط، وهنحط عليها بيضاية زي ما أنتِ شايفة كده. بالمضرب اليدوي بقى كده اللي هو السلك ده وإيه، وهنقلبهم كويس جدًا. هنقلب طبعًا السكر مش بيبوش ولا حاجة، يعني هي مش هيبوش أبدًا لو قعدتِ من هتاخد وقت كبير يعني. فإحنا بقى هنضيف عليه إيه، أنا قلبته شوية كده هتلاقيه تقل معاكِ كده، ما كمّلتش دقيقة بالضبط، هو عمل كده. هنضيف عليه بقى المكونات الباقية بتاعتنا علشان خاطر السكر لازم يبوش معانا. ده يا جماعة نُص كوباية من الفول السوداني اللي هو المطحون، أنا طحناه في الكبة نُص كوباية. وهنحط ربع كوباية من السمسم المحمص طبعًا مش ني، ومعلقة كبيرة من إيه، شوفي ريحة الكعك، عارفين ريحة الكعك اللي بتتباع عند العطار؟ أو ممكن بقى أنتِ تبدليها وتحطي ينسون أو شمر أو الحاجات اللي بتتحط دي، ورشة من الملح. ممكن على فكرة ما تحطيش ريحة الكعك خالص براحتك يعني. هنقلب بقى المقادير دي كويس أوي، طبعًا برضه مش هتبوش معانا والسكر هيبقى مقرمش. هنحط بقى نُص كوباية من المَيّة. وهنقلب المقادير دي كويس جدًا لحد أمّا السكر يبوش معانا خالص، عشان ما ينفعش نحط الدقيق والسكر لسه مش بايش. ما ننساش بقى يا جماعة نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. أنا معايا دلوقتي بقى نُص كيلو من الدقيق، هنحطه بقى على المقادير دي وإيه، هنقلبه كويس جدًا. أنا حطيت نُص المقدار كده وهأدّي له تقليبة كده، بس البولة بتاعتي طلعت إيه صغيرة علشان خاطر إيه أعجن فيها يعني. حطيت بقى نُص المقدار التاني بتاع الدقيق وهاقلّبه كويس جدًا، وبعد بقى إيه، بعد كده لازم نعجنه بإيدينا كويس أوي، أوي، يعني ونعجنه كويس جدًا علشان خاطر الخليط كلّه يتجانس مع بعضه وما يبقاش في دقيق لازق في البولة من تحت. لازم تقلّبيه كويس وتعجنيه كويس جدًا. طبعًا أنا ما حطيتش مَيّة تاني خالص، هو النُص كوباية مَيّة اللي إحنا حطيناها ونُص كوباية الزيت والسكر والبضاية والسمسم طبعًا والسوداني طبعًا يا جماعة أنا حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس للأسف كانت الكاميرا فصلت. معلقة صغيرة بيكنج باودر مع الدقيق، تمام كده؟ الخليط معانا أو العجينة طرية جدًا وجميلة جدًا، هي مش سايبة ومش تقيلة أوي، بس مش طرية أوي برضه، زي ما أنتِ شايفاها كده. هناخد بقى قطعة منها وهنبرمها في إيدينا كده الأول علشان خاطر أنتِ لو برمتيها على طول على الرخامة هتتقلب منِّك كده ومش مش هتتبرم، مش هتبقى مبرومة زي البقسماط وكده. شايفين؟ أنا عملتها الأول بإيديّا وبعد كده إيه، برمتها على طول زي البقسماط أو زي الحبل كده على الرخامة، عملت معايا على طول. هنلفّها بقى اللفة دي كده الاتنين على بعض، وممكن على فكرة تبرميها تقطّعي قطع صغيّرة عن كده وتعمليها زي البقسماط بس مش مبرومة على بعضها كده يعني. شايفين شكلها حلو أوي. هنعمل كمان واحدة بقى مع بعض كده علشان إيه، اللي ما خدش باله ياخد باله من اللفة دي. زي ما قُلت لِك برضه أنتِ لمّا تيجي تجرّبي، جرّبي في نُص كيلو دقيق. أي حاجة أنتِ مثلًا أول مرّة تجرّبيها ما تعمليش منها كمية كبيرة، يعني جربي في نص كيلو دقيق في أقل علشان خاطر افرض هي مش عجبتك ما تخسريش حاجة.
يعني علشان ممكن طعم الحاجة ممكن يبقى مثلًا صاحبة الوصفة عاجبها الوصفة دي وطعمها حلو بالنسبة لها، بالنسبة لِك أنتِ مش هتبقي حاباها، مش شرط إن هي تبقى الوصفة وِحشة علشان خاطر كده أنتِ ما تحبيهاش، يعني ده أذواق وحسب ما كل واحد بيستطعم الحاجة، أنا في أكلات كتير جدًا ما باحبهاش على فكرة، مش معنى كده إن هي وِحشة، يعني هي كل واحد حسب ما بيستطعم. دي بقى بيضاية كده حطيت عليها باكت من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل. وهاضربها بقى بالشوكة كده كويس جدًا، علشان هندهن بيها وش المعجنات بتاعتنا، أو القراقيش أو البقسماط، والله أنا ما أنا عارفة اسمها إيه، بس هي وصفة مش مصرية، بس عجبتني قُلت أجرّبها معاكم، بس يعني أنا طعمها عجبني جدًا، مع كوباية شاي كده بقى إيه، جميلة جدًا. أنتِ ممكن تجرّبي في نُص كيلو دي زي ما أنا عملتها كده عشان ممكن تعجبِك، ممكن ما تعجبكيش. تمام كده، أصل الأفران عندنا هنا في مصر يعني ما شُفتش بصراحة حد عملها قبل كده، فما كلتهاش قبل كده يعني علشان خاطر أقول أنتم جرّبتوها أو حد جرّبها. أنا بقى هتدهني مثلًا قطعتين كده بقطعتين وترشي السمسم، علشان خاطر أنتِ لو دهنتِ المعجنات كلّها بالبيض وجيتِ ترشي السمسم فوق المعجنات، السمسم مش هيلزق عشان البيض هيكون نشف، إنما ادهني القطعتين بالقطعتين كده ورشي السمسم. طبعًا أنا سويتها على درجة حرارة هادية علشان خاطر تقرمش معانا. ممكن يا جماعة ترفّعيها، تتخّنيها براحتك جدًا، يعني عايزاها رفيّعة، عايزاها تخينة، براحتك خالص. هي مُعجّنات غريبة شوية طعمها يعني أول مرّة أدوقه بصراحة، بس عجبتني جدًا، مع كوباية شاي كده يعني تحسّيها بسكوت، تحسّيها مش بقسماط، ما أعرفش هي إيه بالضبط، بس المهم هي عجبتني أوي، قُلت أجرّبها معاكم كده مع كوباية شاي كده جميلة جدًا، ما شاء الله عليها يعني تجنّن. فأنتِ جرّبيها كده وقولي لي رأيِك إيه لمّا تعمليها. ما ننساش بقى يا جماعة نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا للي يجرّبها.